طبعا لو انت واحد من متابعين ابو فله اكيد مر عليك الفيديو النهارده اللي هو سرقة قناة ابو فله الجديدة. والله حرام يسرق قناتي. شوفوا شنو سوى. جماعة شوفوا بالله عليكم، هذه قناة ثانية اسمها ابو فله جيمنج، نفس الاسم. شوف ابو فله جيمنج، ابو فله جيمنج. طبعا ابو فله عمل قناة جديدة ونزل فيديو النهارده ان القناة بتاعته دي اتسرقت. انا شفت الفيديو ده بصراحة اتصدمت، يعني في فيديو واحد زي ابو فله ومش عارف ايه قناته بتتعمل وتتسرق، صدمت يعني. فدخلت على الفيديو ده عشان اشوف، بس انا عامل الفيديو ده مش عشان سرقة قناة ابو فله اتسرقت وما اتسرقتش ومش عارف ايه، لا انا عامل الفيديو ده عشان خاطر حصل موقف او انا شفت حاجة في الفيديو اللي هو منزله ده، اقسم بالله يعني ما كنتش متخيلها ولا كنت مستني من ابو فله اللي يحصل كده، والله العظيم ما كنت مستني خالص. فحبيت ان انا اشارككم الموضوع ده. انا دخلت على الفيديو زي اي واحد، شفت الفيديو طلع عليه النهارده ان سرقة قناة ابو فله الجديدة ومنزل فيديو عنده. فدخلت الفيديو اشوف ايه الموضوع، لقيت ان ابو فله في واحد سارق نفس القناه بتاعته، سارق نفس الاسم وسارق نفس الفيديوهات بتاعته ومنزلها عنده على القناه اللي هي يعني واحد سارق نفس القناه بس ايه مغير حاجه بسيطه فيها عشان إن المتابعين ما يلاحظوش في فرق بين قناه ابو فله والقناه اللي هي الباست كوبي من هذه جيمنج نفس الاسم. شوف ابو فله جيمنج، ابو فله جيمنج، بس شنو المختلف؟ اليوزر طالع هنا زوم هنا ابو فله هاشتاج جيمنج 26,000 مشترك. هو شنو؟ ابو فله. الشخط اللي بالنص انا شنو؟ انا الشخط اللي تحت، هو الشخط اللي بالنص. المهم انا دخلت يعني وقلت بس ابو فله اكيد شكله مسك الواد ده، وهو عنده واحد كبير زي ابو فله ده معاه قناه فيها 35 مليون وقناه تانية جديده بسم الله ما شاء الله داخله في نص مليون من 3 ايام، فاكيد طبعا هيمسخر الواد ده بلغتنا احنا كده، الواد ده هيسوحه. فدخلت اتابع الفيديو وطبعا منتظر ان زي اي واحد ان هو واحد من الكبار بتوع اليوتيوب لما يكفش حد عمل حاجه عنده او مثلا سرق حاجه منه بيظبط معاه الاداء وبيضيعه. المهم يعني دخلت كده وكتب ان القناه بتاعته اكيد طبعا انت شفت الفيديو ده ان هو عرف الشخص ده انت ووصل الانستجرام بتاعه. عندك حساب انستغرام؟ قلت بس خلاص ده ممكن يخش معاه في قضايا، يعني لان الموضوع مش قليل، يعني ابو فله معاه قناه بسم الله ما شاء الله معدي اكتر من 35 يمكن احنا بكلمكم تعدي بسم الله ما شاء الله 36 مليون مشاهده دلوقتي. اكيد هياخد معاه وضع ممكن يخش معاه في حاجات قانونيه يعني. بس فلقيت الموضوع كده ان هو بيتصل بيه وبيكلمه وبيعمل معاه فيديو وبيقول له انت سرقت القناه بتاعتي ومش عارف ايه، وبيضحك وبيهزر معاه وانت مش عارف ايه وزي كده وانا معجب بالفكره بتاعتك ومش عارف وادعمه ومش عارف ايه زي كده، وبيكلمه عادي ومفيش اي حاجه، والواد بيقول له ايوه انا ومش عارف ايه. المهم يعني عايز اوصلكم مع الفيديو ده عشان حاجه واحده، انا الفيديو ده بعمل انا كنتش متخيل ان ابو فله هيعمل كده مع الشخص اللي سرق القناه بتاعته. والله العظيم انا واحد حبيت ابرئ ذمتي من الله بالفيديو ده، اني انا كنت متخيل ابو فله ده هيقفل القناه بتاعت الواد، هيدخلوا معاه في حاجات قانونيه، احتمال يضيع مستقبله اصلا. ده واحد عنده 35 مليون متابع واكتر من كده، فاكيد ليه تقله وليه وزنه على اليوتيوب. بس لما تفاجأت بقى ان هو بيهزر معاه ومش عارف ايه وبيطلب من الناس ان هي تدعمه وبيقول له ما تمشيش في الطريق دي تاني ومش عارف ايه وخلاص، وخد الموضوع بضحك وهزار وكان ما فيش حاجه حصلت. حسيت ان الواد ده اقسم بالله والله العليك والله العظيم الواد ده من جوه ابيض ونظيف ويستاهل اكتر من اللي بيحصل معاه ده، ان ربنا صح يعني يكرمه اكتر من كده. منو قال لك تسوي هالفكره هذه؟ والله ما حدا من عقلي. من نفسك. طيب ابو عمر، انت باين عليك تحب تصنع محتوى باليوتيوب صحيح؟ مظبوط. ده الحركه اللي سويتها ماكره وخبيثه ولكن ذكيه بجد يعني ان يعني اللي عمله معاه ده حسيت وانا انه يعني هو الواد ده صح، يعني الواد ده من جوه ابيض عشان كده ربنا بيكرمه الكرم ده. لان انا كنت متخيل الاول يعني بصراحه يعني واحد كنت بقول يا راجل ده بيعمل بالعاني وبيعمل فيديوهات ومش عارف ايه بيضحك وعايز يلم متابعين وناس بس وقت الجد هيحارب وهيبقى زي الناس اللي من زمان عارفين. بس لما اتعامل مع الواد ده بالطريقه دي يعني انا ما متخيلتش يعني، عشان كده حسيت ان الواد ده بصراحه من جوه ابيض وعيل نظيف
وشخص بصراحة يعني طيب صح يعني. شوف ابو عمر، يعني كلنا نخطي يا ابو عمر، كلنا نخطي وعادي، كلنا نتعلم من اخطائنا، بس اهم شيء من عفا واصلح. فلازم انك تصلح طريقك، لازم الان تصنع محتوى. تمام ان شاء الله باذن الله. واذا احتجت اي شيء هذا رقمي عندك. والله جد قاعد اتكلم جماعه، قناته تحت بالوصف، والله اذا تشوفوني يستاهل الدعم ادعموه. والله شكرا لك حبيبي. ويستاهل اكتر من اللي ربنا بيعمله معاه ده، ان هو يعني يمن عليه بحب الناس وبالمتابعين وبالفلوس. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيده. لاني انا واحد من الناس اللي حصل معهم موقف مع عمر كمال، اقسم بالله العلي العظيم والله العظيم تاني. انا زمان يعني كنت بعمل قنوات يوتيوب وبخش في اي موضوع يعني، فلقيت موضوع المهرجانات ده ماشي، فكنت بعمل مهرجانات انا واحد صاحبي يعني معلش. ففي خدنا صورة عمر كمال وحطيناها على مهرجان احنا كنا عاملين، فطبعا الناس بقت تشوف الصورة تخش. والله العظيم الفيديو عدى 300 ألف مشاهد، والقناة فعل عليها الربح، وكانت فرحة ما حدش يتخيلها يعني. فرحة ملهاش حل والله العظيم. والله عشان يعني مش عارف تاني يوم ولا تالت يوم لقيت جاني انذار والفيديو اتحذف، والانذار بيقول تم يعني حذف الفيديو بواسطة قناة عمر كمال يدويا. يعني أنا ما خدتش الفيديو بتاعه ولا يعني خدت مهرجانك ولا سلكت منك حاجة، أنا حطيت بس الصورة بتاعتك عشان خاطر الناس بتحبك وعايز أظهر موهبتي، أو عايز الناس تشوفني زي ما هي ما بتشوفك. أنت دخلت لقيت الناس شافتني عن طريقك، ده يعني مفروض أنت عادي. لا ده والله العظيم حذف الفيديو واداني انذار، والقناه بتاعتي ماتت. يعني هو ده كان اكبر فيديو جايب عليها مشاهدات، وحسيت بحاله احباط وحسيت بحاله يأس، وسبت القناه وما بقيتش ماشي في الموضوع ده. هو ممكن يكون ده سبب ان ربنا يعني ايه خلاني ما امشيش في الطريق دي، والحمد لله ان انا سبت الطريق دي. بس انا حبيت اوصل لكم الفرق بين بني ادم طيب وشبعان وبين بني ادم حاقد وجعان. شوف ده من السعودية وده من مصر، ابن بلدي، بس الحق ما يعرفش ابن بلدي ولا الغريب. عشان كده انا عملت الفيديو ده مخصوص عشان خاطر اقول لابو فلة والله العظيم انت شخص طيب وشخص جدع وشخص ابن حلال، وربنا يوفقك ويزودك وتوصل للمليار متابع، والفيديو بتاعي ده يوصل لك، لاني انا من اشد المتابعين ليك. وكنت عامل فيديو اللي هو بمناسبة 35 مليون مشاهدة، الجزء الثاني اللي هي بالطريقة المصرية يعني، ومنزله على الفيديو نفس الفيديو اللي انت عامله، بس انا عامل ايه الجزء الثاني بشكل كوميدي، لاني انا القناة بتاعتي كوميدية وبعمل فيها محتوى كوميدي. يعني لو ربنا اتمم يعني نتشاف ونتعرف، بس هو ده مش موضوعنا. انا حبيت بس اقول لك وفين لا انت بسم الله ما شاء الله عليك ربنا يزيدك، وانا ما كنتش متوقع ان انت هتعمل معاه كده، لاني انا مريت بمرحله شبيهه ليها وتدمر المستقبل بتاعي بمجرد ان انا حطيت صوره. انت الفيديوهات بتاعتك نزلت وعدت وجابت مشاهدات كبيره، وما عملتش 1% من اللي عمله عمر كمال. والله العظيم اقسم بالله مش عارف اقول لك ايه يا ابني، بس بصراحه بالتوفيق وربنا يوفقك ويزيدك كمان وكمان. يا ريت ما اكونش صدعتكم، وشكرا على اي حد تابع الفيديو ده، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.